حاسس ان مودك منخفض ومش قادر تفرح خالص، ممكن يكون السيروتونين هو اللي ناقصك. وال5-HTP ممكن يساعدك جدا انك تطلع من الحالة دي. ال5-HTP هو حمض اميني جسمنا بيحوله لسيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن النوم والمزاج والشهية. بس لازم نبقى عارفين كويس ان ال5-HTP مش بديل مباشر لمضادات الاكتئاب، لكنه بيساعد ناس كتير جدا، خصوصا الناس اللي عندهم اكتئاب خفيف او قلق وتوتر او اضطرابات في النوم. واللي انت ما تعرفوش يا صديقي ان هو بقى ترند جدا في اوروبا وامريكا، خصوصا في الشتاء مع الاكتئاب الموسمي وتقلب المزاج. فلو انت يا صديقي عندك اي عرض من الاعراض اللي قلناها، ابدا بجرعه صغيره من 50 مللي جرام ل 100 مللي جرام بعد الاكل. ولو هتستخدمه عشان يساعدك على النوم، فخده قبل النوم من نص ساعه لساعه. ولو حسيت ان هو بيسبب لك نعاس، دايما حاول تاخده بالليل. فلازم تبقى عارف يا صديقي ان انت لو بتاخد اي مضادات اكتئاب، خصوصا الاس اس ار ايز، فممنوع منعا باتا تاخد معاهم ال5-HTP. وقبل ما تاخد ال5-HTP لازم تستشير طبيبك المعالج الاول، لان الخلط ما بينهم ممكن يعمل حاجه اسمها متلازمه السيروتونين، ودي حاجه خطيره جدا. فقبل ما تاخد ال5-HTP اعرف جسمك واستشير طبيبك. يا ريت تشاركوني في الكومنتات هل جربتوا ال5-HTP قبل كده، وهل حسيتوا بفرق بعديه ولا لا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو.